انتهت المعركة. كل المعطيات كانت تقول أنها كذلك. طبيعيا هي مباراة في كرة القدم بين الغريمين التقليديين. أما في الظروف غير الطبيعية ظهر اللقاء صراعا للسيادة على عرش الكرة والتربع على عرش الموت أيضا. ليست المرة الأولى التي تنتهي فيها مباراة كرة قدم على هذه الشاكلة، فشهر مارس المنصرم كان شاهدا على سقوط مناصر من أعلى عمود إنارة ووفاته في المكان، ليتكرر المشهد هذه المرة ويتسبب انهيار هذا الجزء من المدرجات في وفاة مناصرين. المشهد في مذبحة 5 جويلية يكشف أن المكان أصبح محشرا للموت، فللراغبين في ذلك ما عليهم سوى اقتطاع تذكرة والجلوس أو الوقوف على إحدى هذه المدرجات، فإذا لم تنزل بك إلى الأعماق ستأخذ روحك عن طريق العصابات المنتشرة في المكان، والتي جعلت من الملعب ساحة حرب وتصفية حسابات. رب عذر أقبح من ذنب هو ما ينطبق على مسؤولي الرياضة والملعب، فبدل أن يضعوا مفاتيح مكاتبهم ويحملون أنفسهم الثقيلة جدا على أهالي الضحايا لينصرفوا دون رجعة، تجدهم يتنكرون من مسؤولياتهم ويتفوهون بكلماتهم كان صمتهم أحسن منها. تذكر الرياضة جيدا هذه السنة وزيرة الرياضة الإيطالية كيف استقالت من منصبها بسبب اتهامها بالتهرب الضريبي، فكيف لو اتهمت بعدم توفير السلامة لمشجع؟ كما حملت شائعات عن اختلاسات مالية وزير الرياضة البرازيلي على الرحيل طواعية سنة 2011 قبل أن يصدر أي قرار بشأنه. المتهم الأول في قضية الوفيات هي عقلية المسؤولين الرافضين تحمل مسؤولياتهم ووزر أخطائهم، فهل من عدالة تحملهم ذلك وتنصف أرواح الأبرياء؟